الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم أحبابي وأصحابي اللي بيتابعوني من كل مكان. معكم عمر شيتوس من برنامج الكورة مع شيتوس. حابب النهارده أتكلم عن أهم حدث وهو فوز النادي الأهلي على البنك الأهلي. وطبعا أول حاجة حابب أقولها ألف مليون مبروك للنادي الأهلي وألف مليون مبروك لجماهير النادي الأهلي. وحابب أقول هارد لك للبنك الأهلي وهارد لك للكابتن طارق مصطفى، مع أنهم عملوا اللي عليهم ولعبوا برجولة، وكان النهارده هم المفروض أقل حاجة يطلعوا بالتعادل، ما يطلعوش بالخسارة أبدا. والنادي الأهلي ما كانش يستحق الفوز. بس أنا برضو حابب أشكر اتحاد الكوره والرابطه ولجنه التحكيم ان هم عينوا الحكم ده عشان الاهلي يكسب ويبقى الدوري في الجزيره بنسبه 99% و9 ونفس الحكم ده اللي حكم ماتش نادي الزمالك واللي ادى وقت ضايع وجه صفر قبل نهايه الوقت الضايع ب 15 ثانيه، مع ان كان في هجمه مرتده و3-2 لنادي الزمالك وكان ممكن يجيبوا جون، لكن لا، صفر قبل الوقت الضايع ما ينتهي ب 15 ثانيه. لكن مع النادي الاهلي يا باشا لا، الوقت الضايع خلص، لازم ندي 5 ثواني زياده، 10 ثواني لحد ما الهجمه ما تخلص، والهجمه خلصت نبدا هجمه ثانيه، والهجمه خلصت نبدا هجمه ثالثه، والهجمه خلصت نبدا هجمه رابعه لحد ما الاهلي ما يجيب جون. طبعا الوقت الضايع ده ما اسموش وقت ضايع، اسمه الوقت لحد ما الاهلي ما يجيب جون. الوقت مفتوح والاهلي جاب جون، والحمد لله ان احنا ما طولناش عشان السهره ما تطولش، والحمد لله برضو عشان الدوري ده يخلص بسرعه بسرعه بسرعه، لانه دوري فاسد، دوري ملوش 60 لازمه، دوري ملهوش اي طعم، ودوري ريحته فاحت، دوري فاسد، عشان نبدا بقى دوري جديد ونشوف دنيته ايه. وانا حابب اقول لك الله يا الزمالك، لك الله يا زمالك، والزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر.